بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى وعلى ذكرى رجل صالح. أسأل الله أن تتنزل بذكره الرحمات، القدوة أو القدوة الحسنة، لأننا نعيش في أيام صعبة تحتاج أجيالنا فيها من فتيات وشبان إلى قدوة صالحة. رأينا غيرنا يسبقنا ليقدم في هذه الأيام التي تذهب بها أوطاننا والتي تتداعى على الإسلام الأرض كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهناك فضائيات تنصب للأجيال أهدافاً لتشجع البنات على أن تكون مغنيات أو مطربات، وفضائيات تشجع شباننا على أن يكونوا لاعبين. ونحن لسنا ضد الفن ولا ضد الطرب ولا ضد اللعب حتى، ولكنها أشياء ثانوية تأتي بعد بناء الأمة وبناء النفس العربية الإسلامية التي تحقق النهضة. فليس الغناء وليس اللعب أولى من تقديم ما يفيد الأمة من أخبار رجال صالحين يصلحون أن يكونوا قدوة لشباننا وفتياتنا. وقد أمرنا ربنا جل جلاله أن نتخذ من نبينا عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا لم نكن بقادرين على أن نقلد نبينا فلنقلد الصالحين من أمتنا. فكيف إذا عرفنا رجالا صالحين أدركناهم ورأيناهم بأعيننا، بل رأينا من خلالهم الإسلام يمشي على الأرض. أيها الإخوة، كنا نقرأ أخبار الصحابة ونقرأ أخبار التابعين ونكاد نظن أنهم من أمة غير أمتنا ومن بشر غير بشرنا، ولكن الله جل جلاله وجلت حكمته كما قال إمامنا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم وجهه، قال: لا تخلو الأرض من قائم بحجة لله، لا تخلو الأرض من قائم بحجة لله يزرعها في قلوب أقرانه. هؤلاء الحجج أبدانهم تعيش بيننا وأرواحهم معلقة في الملأ الأعلى. كنا نقرأ أخبار هؤلاء نعجب: هل هؤلاء بشر؟ هل قرآنهم قرآننا؟ هل مدرستهم مدرستنا؟ كيف استطاعوا أن يصنعوا ذلك وأين نحن منهم؟ أفلا نخجل أن ننتسب إليهم؟ هؤلاء القدوة منهم هذا الذي اخترته لأحدثكم عنه، وهو الشيخ بدر الدين الحسني. لما اخترت الشيخ بدر الدين؟ اخترته أيها الإخوة لأنه أولاً على ما أعتقد كان حجة الله في القرن الرابع عشر، فلقد عرفت أكثر الربانيين والأتقياء والصالحين في أكثر البلاد العربية، وقل بلد عربي لم أزره، ومع ذلك فوالله ما وجدت كالشيخ بدر الدين في جميع صفاته. وجدت رجالا يتصفون ببعض صفاته، ولكني لم أجد رجلا يجمع كل صفاته. الأمر الثاني، اخترت الشيخ بدر الدين لأنه يصلح أن يكون حجة
للذين يقولون إن الإسلام أصبح نظرياً لأنه مثالي لا يستطيع بعد تطور القرون والأزمان أن يصلح لهذا الزمان، فيأتي رجل كالشيخ بدر الدين بحياته وأحواله لا بأقواله ليصفعهم وليقول لهم أنا الحجة على أنكم مخطئون. فلقد كان في نظر العالم أجمع إسلاماً يمشي على الأرض، عاش 88 سنة ما عثر له على زلة في لسانه أو سلوكه. وأخيراً أقول إنني اخترت الشيخ بدر الدين ليكون قدوة لأبنائنا وبناتنا، لأنني منذ كنت في الصف العاشر تقريباً أو 11، يعني في أوائل الأربعينات، كنت أدرس، ودرست في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، وأشرفت على رسائل دكتوراه، وعرفت أجيال العرب في جامعات العرب المختلفة التي زرتها، وجدتهم كلهم يشكون عصرهم ويشكون تقصير المسؤولين معهم ويشكون تقصير أهليهم، فأردت أن أريهم أن طفلاً يتيماً مات أبوه وهو في 12 من عمره، لم تعرف له مدرسة ولا جامعة ولا شيخ، استطاع وهو في 25 من عمره أن يصبح شيخ بلده وأكبر علماء قطره، ولم يبلغ 30 حتى أصبح شيخ الإسلام في الدنيا، اعترف به علماء الشرق وعلماء الغرب من المسلمين على أنه شيخ الإسلام. لم يكن عنده حاسوب ولا كمبيوتر ولا فهارس ولا مكاتب، وأبناؤنا تقدم لهم دولتهم الأبنية، ويأتي الأساتذة إلى خدمتهم، ويقدم لهم الكتب، ويقدم لهم أهلوهم لباسهم وكسوتهم وغذاؤهم ودواؤهم. حدثوني عمن نبغ منهم فكان كالشيخ بدر الدين خلال 100 سنة انقضت. هذا الطفل اليتيم الذي لم يبلغ 30 حتى أصبح شيخ الإسلام في العالم. لم تكن الكتب التي يقرأ فيها مطبوعة طباعة حديثة، طباعة حجر، بعضها مخطوط، ولم تكن عنده الأقلام التي نملكها الآن ولا الفهارس التي نملكها الآن، حتى نعلم أن الهمة إذا صدقت والعزيمة إذا صحت والصلة بالله إذا صدقت آتت ثماراً طيبة. اتقوا الله ويعلمكم الله. الشيخ بدر الدين أيها الإخوة أبوه رجل مغربي هو الشيخ يوسف، تعلم في المغرب ولم يلبث أن صنع صنيع كثير من المغاربة حين لمعت عندهم شهرة الشرق فسافروا إلى الشرق وزار البلاد العربية، زار تونس، زار مكة، زار العراق، زار فارس، زار مصر، ومكث في مصر مدة وأخذ عن كبار شيوخها، ثم انتقل إلى الشام واستوطن دمشق وتزوج من آل الكزبري. كان الشيخ يوسف فقيها عالما ناظما، لكن اختصاصه الأول الحديث النبوي، ولذلك صاهر أسرة كانت معروفة بعنايتها بالأسانيد. آل الكزبري قديما كانوا من المحدثين والمشهورين بالإسناد، كما أنه أخذ من مصر عن أعلى المسندين وهو الشيخ إبراهيم السقا،
كان أكثر الناس علوا في الإسناد الحديثي في مصر بل في البلاد العربية. أقام الشيخ يوسف في دمشق، وبدأ يبرز اسمه بين العلماء، وبدأ التدريس ودرس في المسجد الأموي، وعلم أن داراً كانت للحديث هي الدار الأشرفية في العصرونية، كانت داراً للحديث وأصبحت مؤجرة لبائع غير مسلم يبيع فيها الخمرة، وثارت ثائرته وبذل جهده، فلم يتمكن في أول الأمر من ذلك، فترك الشام وسافر إلى الأستانة، إلى اسطنبول، إلى عاصمة الدولة آنذاك، واستطاع أن يحصل على إذن من الصدر الأعظم من رئيس الوزراء باستعادة دار الأشرفية، فعاد إلى دمشق واستعان بالأمير عبد القادر الجزائري، واستطاع هذان الرجلان العظيمان رحمهما الله أن يدفعا لصاحب الدار ما دفع من مال، وأن يخرجاه، وأن يدفعا ما تكلف من ترميم، حتى أعاداها مدرسة للحديث النبوي، وهي ما تزال إلى اليوم كذلك في العصرونية في دمشق، دار الحديث الأشرفية. يوسف أبو الشيخ بدر الدين والأمير عبد القادر الجزائري هما اللذان أعاداها، ولذلك فقد كانت فيها غرفة للشيخ يوسف، فهو أكبر العلماء الذين كانوا يدرسون في مسجد بني أمية، وهو أحد الذين استعادوا الدار، ولذلك كانت له غرفة فيها يدرس ويدرس. قلت لكم إنه تزوج من آل الكزبري وخلف ولدين، أحدهما الشيخ بدر، وخلف أرضاً تولاها أخوه للشيخ بدر الدين، وهي التي كان يعيش منها حياته كلها، لم يأخذ قرشاً من حكومة أو دولة، كان يستغني عن الدنيا الرسمية بما تغله الأرض وما يبعث به أخوه. مات أخوه وخلف واحداً، أعتقد أن المتقدمين قليلاً في السن منكم يعرفونه، وهو الشيخ فخري الحسني الذي كان يعمل في أمانة الفتوى في الأوقاف بدمشق. وأما الأخ الثاني فهو الشيخ بدر الدين الذي مات أبوه الشيخ يوسف وكان عمره 12 سنة، وكان قد حفظه القرآن وهو في 7 من عمره، وكانت أمه امرأة صالحة من آل الكزبري، وكان لها أخ صالح واسمه صالح، فقالت ماذا نعمل ببدر الدين؟ من يتكفل؟ أريد أن يسير على سيرة أبيه. فاستشار صديقا له خطيب وجامع في الأموي من آل الخطيب، فقال له أرى أن يبقى في غرفة أبيه ليتعلم ما أرشده إليه أبوه. وهكذا كان. دخل الشيخ بدر الدين وهو ابن 12 سنة في غرفة والده في دار الحديث، واختلى 7 سنوات كاملة لا يخرج من الغرفة إلا للصلاة. 7 سنين. كان حافظاً للقرآن، كان قد بدأ في عهد أبيه بقراءة الصحاح كتب الحديث واللغة العربية، فاستمر يقرأ اللغة العربية ويقرأ الصحاح، وقرأ بعض العلوم الأخرى كما عرفنا بعد ذلك. وكان في قراءته يعلق على هوامش وحواشي كتبه، سواء كانت في التفسير أو في الفقه أو في اللغة العربية أو في البلاغة، وأضاف إليها بعض كتب الرياضيات والفلك. وخرج وهو تقريباً في 20 من عمره، وبدأ التدريس في جامع السادات
جامع السادات أيها الإخوة ليس جامع السادات الذي هو الآن في مسجد الأقصاب، يعني بيقولوا له مز القصب، لا، جامع السادات في سوق مدحت باشا في الشارع الطويل. جامع السادات موجود إلى الآن، كان يدرس فيه الشيخ بدر الدين أول ما انطلق من خلوته. لكن قبل أن نتحدث عن هذه الدروس التي بدأها، أريد أن تقفوا وقفة بينكم وبين أنفسكم تدركون فيه قيمة هذه الخلوة. والله لو درس الابتدائية والإعدادية والثانوية ودرس الجامعة لما تخرج منها ببعض ما تخرج من هذه الخلوة التي كانت إعدادا روحيا قبل كل شيء، إعدادا إيمانيا قبل كل شيء. إن تتقوا الله يعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذه الخلوة جنبته المعاصي، والمعاصي تذهب العلم وتذهب الذاكرة، هذا يجب أن يعرفه أبناؤنا. سئل سفيان بن عيينة: أينسى العالم العلم بالذنب يرتكبه؟ أينسى العالم العلم بالذنب يرتكبه؟ قال له: نعم. أما قرأتم نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم بركات أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أنزلنا لهم كتاب، نسيوا الكتاب وانشغلوا في الدنيا، فأمددناهم بالبنين والبنات والشهوات والدنيا، حتى إذا فرحوا بما آتيناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني هالكون. نعم، ينسى الإنسان العلم بالذنب يصيبه، فإذا بقي 7 سنوات قائما عابدا متهجدا لا بد أن يؤتي ثمرة عالية. ولذلك يقال إنه حفظ الأسانيد في صحاح البخاري ومسلم على الأقل، وحفظ كثيرا من متون النحو والصرف والبلاغة. انطلق إلى التدريس كما قلت لكم في جامع السادات، فضاق الجامع بجمهوره، فانطلق إلى جامع اسنانية، وعين درسين في الأسبوع: الخميس ليلة الجمعة، والأحد ليلة الاثنين بعد صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء، درسان أسبوعيان. وكان فتى في أول شبابه شعر أن بعض الشيوخ في دمشق أخذ على خاطرهم أن يكثر جمهوره وهم لا يملكون هذا الجمهور، كما نقول عداوة كار، شيء من الحسد دون أن يتحدثوا. سبحان من ألهمه فترك دمشق لعلمائها وذهب إلى حمص، وبقي هناك مدة من الزمن حتى هدأت نفسه، فعاد إلى دمشق وعاد إلى الدرس، وكثر راغبوه. وأراد بعض علماء دمشق أن يجروا له امتحانا فأجروه خفية، أرسلوا طلابا إلى الدرس، خلطوا الأسانيد التي يرويها من البخاري وخلطوا بعض النصوص ببعض، والشيخ لم يكن يقرأ في كتاب إطلاقا في درسه في الجامع الأموي، لم يكن يقرأ، كان يلقي من الذاكرة. فسألوه عن بعض الأحاديث، نحو من 20 حديثا، حتى إذا انتهوا من القراءة قال لهم: قلتم في الحديث الأول رواه فلان عن فلان عن فلان، هذا خطأ، الصواب رواه فلان عن فلان عن آخر، وصحح روى الرواية الخطأ ثم يعود فيروي الثاني، روى الثالث بالخطأ ثم صححه، روى وهم يكتبون حتى أنهى 20. فعادوا إلى شيخهم وقرأوا، قال: والله إنه أعلم منا ويجب أن نسلم له.
فسلموا له، فعين منذ تلك السنة العالم المحدث تحت قبة النسر في مسجد بني أمية. وكان العلماء الذين يدرسون في الجامع الأموي هم أغلب أو أعلى طبقة في علماء دمشق. وبدأ يدرس درس يوم الجمعة اللي حضرته أنا مرة أو مرتين فقط، لأني كنت أتفرج لا أسمع، لأني أعرف الشيخ وسأقول لكم صلتي به. كنت أعرفه فكنت أذهب إلى الدرس لأتفرج عليه، لأني لم أكن أفهم ما يقول. وكنت أعجب، وأحيانا أسأل والدي: هذا الشيخ الذي يأتي فلا نكاد نسمع صوته، ولم تكن هناك مكبرات، وكان الجامع الأموي يمتلئ بالآلاف، ولا تغيب كلمة عن أقصى واحد ممن يسمع، كان يهدر هدرا ولا كتاب لديه عن ظهر قلب. فعين منذ ذلك الوقت، واستمر درسه هذا في مسجد بني أمية يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى العصر فقط. استمر 56 سنة، 56 سنة لم يغب عنه إلا مرتين، وقت ذهب إلى الحج. وعلى فكرة رغم هذا التقى وهذا الورع، وكان قادرا على أن يحج كل سنة، فلم يذهب إلا مرتين إلى الحج. واستقبله أولاد الملك من الحدود وبلغوه دعوة أبيهم، فاعتذر إليهم وقال إنه يريد أن يحج كسائر المسلمين، واختار بيت صديق من أصدقائه ونزل فيه، ولم يقبل أن ينزل في دار للحكومة. وبقي يدرس إلى أن مرض مرض الموت، فانقطع قبل وفاته بشهرين على ما أذكر، أو 3 أشهر على الأكثر. وبمناسبة هذين الدرسين فأنا في حيرة من أمري، لأن الشيخ بدر الدين كتاب فيه صفحة عن الحياة الروحية، وفيه صفحة عن الحياة الدينية. وإذا قلنا إنه مجدد ديني لا نعني أنه جدد الإسلام، فالإسلام ليست له طبعات وليس له تجديد وليس له تطوير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن قال إنه يزيد أن يطور فهو يزايد على الله، وهذا كفر. الإسلام صدرت آخر طبعة أيام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يتغير هو التدين. جدد للناس تدينهم، لأنهم أصبح تدينهم عليه انحرافات وبدع وصدأ، فجاء ليحييهم. ولذلك هناك صفحة روحية في هذا الكتاب، وهناك صفحة دينية، وهناك صفحة ثقافية علمية، وهناك صفحة إصلاح اجتماعي، وهناك صفحة إنسانية. فعن أي صفحة أتحدث؟ والله كل صفحة من هذه الصفحات تحتاج يوما كاملا. ولذلك قلت لكم إنه جمع من الصفات ما لم أجدها في عالم من علماء هذا العصر في أي بلد من بلاد المسلمين. بعض صفحاته موجودة عند بعضهم، أما من جمع هذه الصفحات فهو أمر غريب. دروسه 3. درس الأول يوم الجمعة في مسجد بني أمية، وهذا درس عام للجمهور، ولا تلقى في أسئلة، ويتحدث فيها هو بنفسه وحده ولا يقرأ معه أحد، والذين يريدون سؤاله يلحقونه بعد الدرس حين ينصرف. وهذا الدرس ما جاء عظيم في هذه السنوات 56 إلى دمشق إلا حضره أكثر من مفتي من مفتي مصر، الشيخ محمد عبده والشيخ مخيط البطيعي، ومن الأجانب أيضا حضروا غورو،
حضروا مدحت باشا، حط عليه جمال باشا، عبد الرؤوف باشا من الولاة العثمانيين، حضره كبار ضيوف الشام في تلك الفترة، وكانوا قد سمعوا به في بلادهم، فجاءوا ووجدوا رجلا منقطع النظير في درسه. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني في غرفته في دار الحديث، وهذا أقرب إلى الدروس الخصوصية في هذه الأيام، وهو الذي يحدد قد يكون الطلاب طالبا واحدا فقط لا يحضر معه غيره، كدرس الشيخ محمد عيد الحلبي، كدرس الشيخ عبد الكريم الرفاعي، يعني أمثالها الشيخ عبد الوهاب دبسو زيت. هؤلاء يحضرون بمفردهم ولا يحضر اثنان منهم مع بعضهم، أو يحضر 3 أو 4 ولا يزيد عن ذلك، كالشيخ بهجة البيطار، محمود العطار، أو صالح فرفور، محمد المبارك، يعني أكثر منه. وهذه الدروس منوعة، كل درس ساعة أو ساعتين يتلو بعضها بعضا. درس فيها اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، ودرس فيها الفقه وأصول الفقه في حلقة الشيخ بهجة البيطار، ودرس فيها الرياضيات والهندسة الفراغية لصالح الفرفور ومحمد المبارك، حتى إنه ليفهمهم المسائل كلف الشيخ صالح أن يصنع لهم الإسطرلاب ليحدثهم عن الفلك وقياسات النجوم، فلم يكن شيخا محدثا وفقيها فقط. وأما الدرس الثالث وهو الذي كثيرا ما حضرته، فهو في بيته، وكان قريبا من بيتنا، فنحن كنا بجوار المسجد الأموي بين العمارة والنوفرة، عند النوفرة، وكان هو في حارة النقاشات وأنت ذاهب من النوفرة إلى القيمرية. هذا الدرس يبدأ بعد صلاة المغرب وينتهي بعيد العشاء بقليل، ويحضر فيه أناس يتكررون هم، لا كالمسجد. المسجد كل يوم يأتي زبائن جدد، وليس شرطا أن يحضر الإنسان على المسجد كل يوم. أما في البيت فقد كان هناك كتاب مقرر يقرأ فيه ويشرحه الشيخ، لذلك كانوا يحضرون يوميا. وكان الذي يقرأ في الدرس واحد من 3، إما الشيخ راشد القوتلي، وكانوا يسمون المعيدين مثل المعيد الآن في الجامعة، الشيخ راشد القوتلي. الثاني الشيخ عارف الجويجاتي. الثالث الشيخ عارف الدواجي الصواف. وأنا أعرف هؤلاء ال3 وسمعتهم وهم يقرؤون، وكانوا يقرؤون مقطعا ثم ينتقل الشيخ ليشرح، ومن كان له سؤال فيشير إلى الشيخ فيسكت ويلقي السؤال ويجيبه أثناء الدرس. درس الأموي ما في أسئلة، هذا الدرس للأسئلة. وكان أحيانا يأتي والدي معه بعدد لا يتجاوز 4 أبدا من الطلاب الأفندية الذين كانوا يأتون إلى مدرسة عنبر أو إلى مدرسة التجهيز الأولى، لأن طلاب مكتب عنبر ظلوا بمكتب عنبر لسنة 1936. سنة 37 بدأ التدريس بثانوية جودة الهاشمي التي كان اسمها ثانوية المعرض، ولذلك النزلة التي بعدها تسمى نزلة المعرض. وكنا إذا سئلنا أين تدرس يا ابني نقول لهم بالمعرض، مع أنها صار اسمها ثانوية جودة الهاشمي. فالدرس الثالث في هذا البيت كان والدي أحيانا يختار من طلابه في مكتب عنبر أو في ثانوية جودة الهاشمي من يرى فيهم قابلية للحضور إلى مثل هذه الدروس، لأن الأفندية يلبسون البنطلونات والجواكيت ويضعون الجرافيتات ولا يجلسون كما تجلسون على الركب في دروس الشيوخ.
فكانوا احتراما ومحبة لوالدي يستجيبون له، وكان ينبه عليهم أن يحضروا متوضئين ولا يقول لهم لماذا. فإذا جاءوا إلى البيت قال لهم يلا على بركة الله. إلى أين؟ إلا أريد أن تحضروا معي درس للشيخ بدر الدين. وهذه حدثني بها أحدهم وهو الدكتور عزة النص رحمة الله عليه، وقد كان وزيرا للمعارف وتولى رئاسة الوزراء أيام الانفصال ود من الزمن. وقد قال لي والله لولا أن والدك أخذنا إلى الشيخ بدر الدين ولولا أن حضرنا بعض الدروس عند الشيخ بدر الدين لما عرفنا ما معنى الثقافة الإسلامية. والله هذا كلامه. في درس الشيخ بدر الدين يظهر العلم وتظهر الحكمة ويظهر اللطف. فلا يعجب أنه جاء أناس بلباس كان بعض المشايخ في دمشق يسمون من يلبس هذا اللباس كفرة، فكان يستقبلهم ويقربهم ويبش في وجوههم كما كان يستقبلني وأنا طفل أصغر من أخي هذا، وكنت أجلس بقربه فيخرج لي تفاحة صغيرة أو قطعة من البسكويت لأتلهى بها حتى لا أشاغب في الدرس رحمة الله عليه. وكان في برنامجه اليومي كالساعة. أعطيكم برنامج اليومي. الغرفة التي فيها درس بعدها بقليل في درج تصعد فيه إلى غرفته الليلية. فنفترض أن بدأنا من الفجر، الشيخ في غرفته، حدثوني الذين دخلوا إلى غرفته وهم قلة جدا 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 أنه ليس فيها فراش، وأن فيها كرسي يساعد على الاضطجاع والذي كان يسمى شيزلون. فكان إذا تعب من العبادة استراح على الكرسي وأسند رأسه ساعة أو أقل. وكانت أسرته تهيئ له صحنا فيه بعض الفواكه ولا يأكل شيئا إلا في إبانه، يابسة لا يذوقها. نحن كنا نجفف الباذنجان والبامية واللحمة ويبيضوها والبيض، الأشياء القديمة البايتة التي مضى عصرها لا يذوقها، لا يأكل الشيء إلا في إبانه. كان عنده صحن فيه 4 قطع فواكه، يأكل هذه القطع وينزل فيتوضأ ثم يفتح الباب فيجد 2. حدثني أحدهم قال والله أقسم بالله 40 سنة ما تخلفت يوما عن أخذ الشيخ إلى صلاة الفجر. 40 سنة صيفا شتاء لا يدقون بابه، وإنما يأتون فيقفون قبيل الفجر. أحدهما الشيخ يحيى المكتبي الشيخ يحيى زميته، يقفون على الباب متى أكل الفاكهة وتوضأ وخرج قبل صلاة الفجر، لأنه يؤذن الفجر وهو في مسجد بني أمية. يذهب من حارة النقاشات إلى النوفرة، يصعد الدرج إلى المسجد، ومن عادته إذا دخل في المسجد من باب لا يخرج منه، إما أن يخرج من باب الكلاسة أو من باب المسقية، يعني من باب الشمالي أو من الباب الغربي. يبقى في المجلس يصلي الفجر. والشيخ بدر الدين ما صلى إماما في عصره في حياته أبدا أبدا أبدا. يترك الشيخ الراتب في المسجد ليصلي، وإذا لم يكن فلأحد من طلابه يقول له تقدم. لا يصلي إماما بأحد. وقد رأيت بنفسي كيف أن الجماعات على اختلاف مذاهبها، وقد كنت أراها تصلي متتابعة في الأموي، يصلي الحنفي ثم الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي. هذا في عهد الشيخ بدر الدين لم يكن موجودا. كان إذا قام الإمام وقام الشيخ بدر الدين نهض كل وفن في المسجد ولا ينظرون إلى مذهب الإمام. وكذلك كان الشيخ بدر الدين وهو كان شافعي المذهب، كان يقتدي بإمام الجامع أيا كان.
ونتابع برنامجه اليومي. يخرج إلى الأموي بعد صلاة الفجر، يقرأ ورده، يجلس حتى الضحى، ثم يخرج من باب المسكية أو من باب الكناسة إلى دار الحديث الأشرفية، حيث تبدأ الدروس التي قلت لكم إنها للشيخ باشا البيطار، للرفاعي، لفلان أو لفلان، دروس خاصة حتى يقارب المغرب، وأكثر دهره صائم، ولذلك لقب في عصره بصائم الدهر، قل أن تراه مفطرا. وبعد المغرب يحضر هذا الدرس الذي قلت لكم في بيته. بعد العشاء بقليل يصلى العشاء جماعة في بيته، ثم يصعد، فإذا صعد إلى غرفته لا يستطيع أحد أن يطرق عليه الباب أبدا، لا من أهله ولا من غير أهله. وأذكر أنه أحرج حفيده وتلامذته مرة حين جاء المفوض الفرنسي العام، قالوا له عنده دروس لبعد العشاء، فجاء بعد العشاء، فقالوا له لقد صلى الشيخ وصعد ولا يمكننا أن نعطيه خبرا بوجودك، فاضطر أن يعود دون أن يلقاه، لا ينزل أبدا بعد أن يخرج إلى مصلاه وغرفته الخاصة. هذا اليوم لا يقطعه إلا إذا جاءه صاحب حاجة قصده بعمل من الأعمال. دروسه في النهار من 10 إلى 12 ساعة. أما تنويعها قبل أن ننتقل إلى غيرها، فتصوروا أن الدروس التي كانت في الدار الأشرفية والتي قلت لكم إنها لأفراد مخصوصين، هذه الغرفة هي التي خرجت العلماء. أجيالنا الآن تعيش على أذيال نهضة تركها الشيخ بدر الدين عن طريق طلابه. معظم الأساتذة الذين درسوني في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة كانوا تلامذة الشيخ بدر الدين، وأنا أعرفهم واحدا واحدا. وكان تلاميذه ليسوا لدمشق وحدها، كان يبعث إلى جميع القرى، إلى حوران، إلى البقاع في لبنان، إلى الجزيرة، إلى تركيا، إلى القرى السورية البعيدة. ولذلك حين وقعت معركة ميسلون هو الذي بعد الشيخ هاشم الخطيب والشيخ صالح الفرفور والشيخ صلاح الدين الزعيم أخوه لحسني الزعيم، كان شيخا فاضلا عالما من تلاميذه، كان يبعث به كل سنة إلى البقاع لنشر الدعوة وتعليم اللغة العربية، وأرسله إلى ميسلون. فالشيخ بدر الدين لا يعجبني فيه أنه صالح. أيها الإخوة، الصالحون كثيرون، ولذلك لا يمن أحد منكم على أهله أو على وطنه أنه رجل صالح. نحن إذا مدحنا الواحد نقول والله يا أخي آدمي، من بيته للجامع ومن الجامع لبيته، أو من محله للجامع ومن الجامع لمحله. ماذا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم أكلتم اللحم قبل الخبز؟ السلام عليكم. إشارة إلى أنهم يأكلون اللحم، لحم الميت، الغيبة. وانصرف عن الدعوة بعد أن فهمهم أنهم يأكلون لحم الأموات قبل خبز الدعوة. فالغيبة بلاء كبير جدا، لذلك كان الشيخ بدر الدين يكرهها كرها عجيبا. فإذا كان رجلا مصلحا أعد نفسه في الخلوة إعدادا روحيا وعلميا، ثم وصل إلى أن أصبح عالم الشام وزهد في الدنيا. تصوروا أنه بعد سنة 1908 حين سقط السلطان عبد الحميد الثاني، خشي المسلمون أن ينتصر الدونما واليهود ويريدون خليفة، فأجمعوا على مبايعة الشيخ بدر الدين، وجاءهم دعم من العالم الإسلامي كله. وحين أبلغوه ذلك
قال يابا مين؟ يعني مين طلب منكم؟ رفض إطلاقا الخلافة، مو وزارة، الخلافة. حين حكم الأمير فيصل هون سنة 1919 وكان رئيس الوزراء علي باشا رضا الركابي، قال له يا أخي عندكم عدد كبير من العلماء، اعملوا جمعية للعلماء وانتخبوا نائب منها. شوفوا الشيخ بدر الدين هو يقول. راحوا للشيخ بدر الدين فرفض، لم يقبل أن يكون رئيسا للعلماء. فقال لهم رئيس الوزراء ذاك إذا انتخبوا 3 وقدموا أسماءهم ونحن نختار واحدا منهم. وبالفعل اختاروا الشيخ عطا الكسم، وكان المفتي ورجل عالم فاضل، واختاروا الشيخ عبد المحسن الأسواني، واختاروا الشيخ سليم البخاري. فاختارت الحكومة العربية الأولى في هذا البلد الشيخ سليم البخاري رئيسا لجمعية العلماء، يعني مثل رئيس اتحاد العلماء، وهو أول رئيس لجمعية العلماء في سوريا الشيخ سليم البخاري، وهو الذي شنق جمال باشا ابنه مع شهداء 29 أيار. نعود إلى الشيخ بدر الدين لنقول إنه كان مصلحا، وكان حجة لله على أن الإسلام يطبق في الأرض، وأنه عاش 80 سنة لم تؤخذ عليه زلة ولم يغير منهاجه. لذلك لو سألنا الذين عاصروه ما رأيهم فيه، الشيخ بهجة البيطار واحد من هؤلاء قال مرة في الدرس سأله واحد من تلاميذه أنه اختلف مع آخر في لفظة في الحديث، هل قال عليه الصلاة والسلام كذا أو كذا؟ جاء إلى الشيخ بدر الدين ليسأله، والكلمتان بمعنى واحد في الحديث. قال له يابا نحن لا نعلمكم الحديث لحفظه، نعلمكم الحديث لتطبيقه والعمل بما فيه. عم تجي تسألني من آخر الدنيا إنه ما هالكلمة ولا الكلمة، إن كان هالكلمة أو هالكلمة المهم أن تعمل بما فيه. أنا ما بيهمني كيف حفظته، يهمني أن تعمل بما فيه. فقال الشيخ بهجة البيطار قال لنا ليس معتصما بحديث رسول الله ولا حافظا لحديث رسول الله من لم يعمل بما فيه. وهذا يذكرنا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين فسروا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله كتاب الله. قال ابن مسعود ليس معتصما، الحفاظ يجب أن يعرفوا هذا، ليس معتصما بكتاب الله من حفظ حروفه وضيع حدوده. ليس معتصما بكتاب الله من حفظ حروفه وضيع حدوده. عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مرة فوجد أبا الدرداء يصلي، لا أذكر أبو الدرداء أو أبو ذر بس غالبا أبو الدرداء، يصلي، انتظره يصلي، انتظره يصلي، ثم نادى يا أبا الدرداء ماذا تفعل؟ قال أصلي يا رسول الله. قال لأن تذهب فتعلم، يعني فتتعلم، لأن تذهب فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من 100 ركعة. صوروا فضل العلم بكتاب الله على العبادة. أنت لأنك تقرأ كتاب الله في صلاتك ولا تعلم معنى ما تقول، ألا تخجل أنك تكلم ربك بكلام لا تفهمه؟ وإذا كنت تفهمه فهل تطبقه؟ ليس معتصما بكتاب الله من يحفظ حروفه ويضيع حدوده. هذا هو الرجل المصلح، لا الإصلاح، لا الصالح، المصلح يصلح للناس عقيدتهم، يصلح للناس تدينهم، يصلح للناس أن يتعلموا العلوم العصرية، الرياضيات، اللغة الأجنبية، كل هذا من الشيخ بهجت، من الشيخ بدر الدين. لا تجدون عالما تحفظون اسمه من تلك الطبقة إلا كان تلميذا من تلامذة الشيخ بدر الدين. ومن أراد أن يعرف
مدى الظل الذي فرشه الشيخ بدر الدين في العالم فليقرأ الكتاب الذي أخرجه الدكتور شريف الصواف حديثا، أخرج كتابا ضخما عن الشيخ بدر الدين، مع أن الذين ألفوا عن الشيخ بدر الدين كثيرون وأنا منهم، إلا أن كتاب الصواف يمتاز على كتبنا جميعا بأنه صنف تلاميذ الشيخ بدر الدين تصنيفا جغرافيا، هؤلاء من دمشق، هؤلاء من حمص، هؤلاء من اللاذقية، هؤلاء من السعودية، هؤلاء من الهند، هؤلاء من، صنفهم تصنيفا جغرافيا لتعرفوا مدى انتشار هداية الشيخ بدر الدين. وأما انضباطه فأذكر لكم شهادتين فقط عن علمه وريادته في انضباط. في العلم أستاذنا الأستاذ سليم الجندي رحمة الله عليه كان يقول: لا تسألوا عن علم الشيخ بدر الدين فهو خزانة علم متنقلة، خزانة علم متنقلة، في علم المنقول وعلم المعقول، يعني علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وعلوم المنطق وعلوم الفيزياء والفلك والرياضيات، خزانة متنقلة. لاحظوا هذا الوصف في ذلك العصر. وأما الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله يقولون إنه الشيخ بدر الدين عاش 80 أو 88 سنة. لا، الشيخ بدر الدين عاش يوما واحدا كرره 30,000 مرة، مو برنامجه منضبط كل يوم. أنا كنت طفل صغير ألعب أمام الباب أنتظر مروره في وقت معين ليقبل يده. والله كلام الطنطاوي صحيح، ما عاش 80 سنة، لأنه نحن كل سنة شكل. أنا اليوم ما عشت كما عشت البارحة، ولا عشت هذه السنة كما عشت السنة الماضية، كل يوم ببلد وكل يوم بشغلة. قال لا، الشيخ بدر الدين لم يعش 80 سنة أو أكثر، عاش 30,000 يوم. كيف؟ قال عاش يوما واحدا كرره 30,000 مرة، رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. والله لو حدثتكم عن ذكرياتي على الشيخ بدر الدين وأنا أحدثكم الآن وصورته أمامي عليه رحمة الله، والله ما رأيت أشد رهبة ولا نورانية منه في حياتي، ما رأيت أشد رهبة ولا نورانية منه في حياتي، وما زلت أذكره وكأنه أمامي اليوم. هذا الرجل المصلح الذي أسأل الله أن يرضى عنه وأن يدخل إصلاحه في قلوبكم وصدوركم لتقرأوا عنه ولتتخذوا منه قدوة. فقد كان يتيما بعد أن مات أبوه وهو في 12، ثم أصبح شيخا للإسلام في العالم من غير منازعة. أسأل الله أن يرضى عنه وأن يرحمه وأن يرحمنا معه وأن يحشرنا معه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك عنه وترضيك عنا وترضيه عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أزل عنا البلاء واصرف عنا الابتلاء وعيشنا عيشة السعداء وارزقنا كما ترزق الشهداء في الدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا همومنا واشف مرضانا وعاف موتانا واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واقض حوائج السامعين في كل فيما يرضيك. والسلام عليكم ورحمة الله.